من يومين ظهر وباء جديد وهو الاي اي. اللي قدامكم دول صور لبنات معموله بالذكاء الاصطناعي. دلوقتي اي صوره ممكن تتفبرك بالذكاء الاصطناعي وتبان كانها حقيقيه 100%. الموضوع ده ما عادش هزار، ما عادش مجرد موضوع بنعمل صورتين وبنهزر وبنطلع ان احنا حلوين وخلاص، لان الموضوع ده بيتحول لسلاح للابتزاز والتشهير. ومن الواضح ان السوشيال ميديا كله بقى واخدها شغلانه. انا مش بعارض حد ولا واقف في صف حد، انا مجرد بتكلم في الصح وبحاول اقفل باب الغلط. طيب البنات دلوقتي بقوا اكتر الناس اللي بيتعرضوا للمشكله ديت، صورهم تتسحب من السوشيال ميديا وتتعمل مشاهد مفبركه زي اللي واضح قدامنا عشان يتشوهوا صورتهم او يتعرضوا للتهديد. طيب القانون في مصر واضح جدا، بس مش عشان القانون واضح جدا يبقى احنا نقول احنا سايبينها للقانون. القانون بيقول ان نشر صوره مفبركه او استخدامها للاساءه بتساوي جريمه. طيب الابتزاز او التهديد باستخدام صور مركبه بتساوي جنايه عقوبتها الحبس او الغرامه. بس مش عشان القانون واضح يبقى نكمل في الغلط. الخلاصه ان الاي اي لازم نستعمله بطريقه صح. تاني حاجه ما ترموش نفسكم للتهلكه والاخر نقول يا ريتنا. تالت حاجه ما تفتحوش عين المبتز والاخر نقول ده هو السبب. ويا ريت لو تعرضت لاي موقف زي ده لازم تتحركي فورا وتحتفظي بالسكرينات وكل المستندات اللي انت هتقدميها في المحضر، لان دي مش صور عاديه، دي جريمه الكترونيه. طب لو حد هددك او ابتزك العقوبه بتبدا من 6 شهور لحد 7 سنين، وغرامه بتوصل لحد 100,000 جنيه. طيب هنوضح في فيديو كامل تعملي ايه لو حد هددك او حد ابتزك، وهنقول لك الخطوات اللي انت تمشيها. سلام. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان تنقذ غيرك ويستفاد.